السلام عليكم. المرة دي هشرح لكم كده طريقة فك البوجيه بتاع الاكس في اللي بيعمل اغلب مشاكل، ان انت متعرفش تدور الصوت، ما بيخلكش السكوتر يدور، ان السكوتر بيغيب معاك في الدوارة. كل دي بسبب مشاكل البوجيه. السلام عليكم. تمام. تعالى كده احمد. بص يا شباب، هتسموا كده بسم الله. دي البيبه. تمام. البيبه دي هتتعافى عليها كده شويه بس وتمسكها وتشدها اهو. تمام. تطلع معاك اهي. تمام. طلعت معانا. بنجيب المفتاح اللي مع العده. تمام. في جنب كبير وفي جنب صغير. من الجنب الصغير يا شباب سمي كده بسم الله. تمام. وهندخل في الفتحه. خلاص دخلنا اهو في الفتحه. هنجيب سن المفك برضو، المفك في العده اللي جاي معاها اهو. تمام. هتدخل كده الطرف بتاعه هنا. تمام. وهتلف كده سنه بس معاك لحد ما يلف معاك. بعد كده تبتدي تلف بايدك. خلاص. وصبعك اهو جوه، يعني تحط صبعك في الفتحه اللي هي في اللي هنا دي، تتاكد بس ان البوجيه داخل جوه عشان ما تلفش على الفوق. تمام. وهنبتدي نلف كده اهو بالراحه. البوجيه اهو طلع معانا. طبعا انتوا شايفين هنا منظر عامل ازاي، مسود ومغمق. تمام. ثواني كده احنا بس زي برضو وهم شايفين. بصوا يا شباب، هيبقى عندكم حلين. ان انت ممكن تجيب صنفره وتنضف الجزء اللي ما بين السن وما بين حته الحديده اللي طالعه دي، او هتعمل زي كده مثلا وترش رشتين اكواي. تمام. كل 3000 كل 4000 بعمل كده. تمام. هنسمي كده بسم الله. وقبل بس ما حد يسأل، البوجيه ده لو وقع منك، شايف كفر المروحه ده؟ هتفك الاربع مسامير والمفتاح بتاعه، هتلاقي البوجيه واقع جوه الكفر البلاستيك ده. البوجيه بيقع جوه عشان لو في حد بس بيسأل. انا بحطه كده اهو. تمام. بسم الله اهو. وحطيت صبعي اهو، مفيش ولا هزه ولا في لا ولا في حاجه. عايز تقرض بمفك مفيش مشكله، بس انا كده بالنسبه لي تمام يعني. تمام. لحد ما تسمع التكه دي كده يبقى بايت كله بايت جوه اهو. بص يعني كله بايت جوه، مفيش ولا حاجه يمين ولا حاجه شمال اهو، كله بايت جوه.